إسماعيل باشا المفتش، الغموض والسلطة. مين هو إسماعيل باشا المفتش؟ إسماعيل باشا المفتش أحد الشخصيات المؤثرة في التاريخ الحديث لمصر، واللي اسمه ارتبط بأحداث وتطورات كبيرة جدا. اتولد إسماعيل في منتصف القرن ال19، وكان بينتمي لأسرة ليها نفوذ وثراء. وبحسب ما قال قصة الاقتصاد المصري من عهد محمد علي لعهد مبارك، فإن واقعة مقتل إسماعيل باشا بيكتنفها كتير من الغموض، وبيختلف حواليها الرأي. إنه ممكن نقوله إن هو كان صديق لإسماعيل منذ الطفولة، وأخوه في الرضاعة ومدير لمزارعه. لكن الخديوي عينه وزير المالية سنة 1868، لكن قتله في ظروف غامضة سنة 1876، ودي نفس السنة اللي أنشئ فيها صندوق الدين. وصلت سمعة إسماعيل باشا إلى ذروتها لما قام ببناء القصر الضخم في منطقة الجيزة، وهو اللي بقى رمز للثراء والسلطة. كان القصر مصمم بعناية، لما احتوى على حدائق واسعة وقاعات ضخمة. ورغم ان النجاح الظاهر، إلى ان إسماعيل ما تمكنش من كسب محبة الشعب، وشاف عبد الرحمن الرافعي ان إسماعيل باشا هو سبب الخراب اللي حصل لمصر من اول ما تولى وزارة المالية. وطبعا ده أثر كتير على الشعب المصري، وسادت مشاعر الكراهية بين الناس تجاهه، نظرا للسياسات المالية الصارمة اللي اعتمدها، واللي ألحقت ضرر كتير على الشعب المصري. طبعا اختفاء إسماعيل باشا كان لغز محير جدا لكتير من الناس. وفي إحدى الليالي اختفى إسماعيل بدون أي أثر، وانتشرت شائعات عن تورط خصومه السياسيين في كده، وترددت أنباء عن تورط قصر السلطة في اختفائه بسبب الصراعات الداخلية. وبيذكر الأديب الراحل مكاوي سعيد في كتابه القاهرة وما فيها حكايات، أمكنت أزمنة إن خديوي إسماعيل أمر بخنق إسماعيل المفتش وإلقائه في النيل، وبسبب ثرائه الفاحش، لأنه كان عنده 400 جارية كلهم مكسوين بالحرير وبشكل مبهر وفظيع. وكان عنده مجموعة من 12 طفاية سجاير ذهبية ومرصعة بالماس، وعنده عبيد بيشكلوا صفين بدءا من غرفته ومرورا بالفناء. وبالإشاعات الكتيرة اللي كانت موجودة بتأكد نظرية مختلفة عن سبب اختفائه، وهو المؤامرة السياسية أو الأسباب الشخصية. القصة الحقيقية لاختفاء إسماعيل باشا لسه موضوع نقاش وجدال بين المؤرخين، لكن الدراسات الحديثة بتشير إنه ربما بعد عن الساحة بسرية تامة لتهدئة الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلد. وفي كل الأحوال بيبقى إسماعيل باشا المفتش واحد من الشخصيات الغامضة والمثيرة في تاريخ مصر. وفي النهاية احنا ممكن نقول إن خديوي إسماعيل ساعد الأجانب في التخلص من إسماعيل المفتش بعدما قرر انعقاد المجلس الخصوصي لإدانة أخوه بعدما قدم استقالته مجبرا عليها، فاتحكم المجلس بخيانة المفتش، وقال أعضائه إنه كان بيدبر انقلاب على الخديوي، وده ما كانش حقيقي بالمرة، بل كانت تهمة هي السبيل علشان يتخلصوا من المفتش ووصلوه للمحاكمة. ولما عرفت الأستانة بكده أرسلت برقية تطالب بنقل المفتش عشان يتحاكم عندهم، لأنه ما ينفعش إن الخديوي يحاسبه. وانتهت بكده قصة إسماعيل باشا اللي مات غريق
في النيل. المهم ما تنسوش تضغطوا لايك وسابسكرايب وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.